ممكن يكون في عوار في القضية، في التوصيف، في التنفيذ، في الحكم، في رعاية القضية أو في الحكم، أمور خارجية داخلية مش عايز أدخل في التفاصيل. ففي عوار، ما بقولش على القضية دي، بتكلم بالعموم. فيقوم البلد اللي فيها حكمة وفيها عدالة تضع درجات تقاضي، وفي مثل هذه القضايا دي 3 درجات تقاضي. فالواحد لما يبقى زعلان من حكم ما تقلقش، في درجة و2 لسه موجودين. الأمر الآخر، فوق عدالة البشر نثق في العدالة الإلهية. ولا تاني؟ الآن بابولا بيقول لك في درجات تقاضي عندنا في مصر. هو مش عندنا درجات 3 درجات تقاضي، هم درجتين، درجة ابتدائية أول درجة وتاني درجة استئناف. النقد ده بيبقى خطأ في تطبيق القانون، فدي هنستبعدها. هو متعشم كلامه بيوحي لك إن الراجل ده هيطلع براءة، إن الراجل ده بريء، فممكن يطلع في الاستئناف. طيب هو يطلع في الاستئناف ازاي يا جماعة؟ وكتقرير الطب الشرعي، تقرير الطب الشرعي اللي بيحصل يثبت صحة الواقع، سور المدرسة اللي غيروا في شكله قبل وبعد، الوصف الدقيق اللي الولد اللي عنده 5 سنين، الطفولة البريئة دي مش صعبت عليكم؟ يعني انت باصص للموضوع مسيحيين ومسلمين كأن هو بقى. طب ما احنا عندنا بيبقى في مشايخ واتكررت كتير، محفظ قرآن يقول لك عمل كذا اساء، ما حدش بيطلع من مشايخ الازهر يتكلم، لان احنا مش عادي، ده بشر، احنا بنبص للمشايخ على ان هم بشر. فهم تقريبا مكبرين الموضوع اكتر من ده، واحد غلط وباخد عقاب. فوق عدالة البشر نثق في العدالة الإلهية والقدرة الإلهية.